شباب تاني إعدادي، أهلا بيكم. معاكم مستر فادي أيمن، ومعانا سؤال مهم. بيقول إذا كان س ناقص واحد هي أحد عاملي المقدار س تربيع ناقص 5 س زائد 4، فإن العامل الآخر هو نقط. خلاص. كلمة العامل الآخر يعني دلوقتي لما أنا أحلل المقدار ده هيطلع لي قوسين، القوس ده بنسميه عامل. ده العامل الأول وده العامل التاني. تعال نشوف، لازم لما تحلل هيطلع لك س ناقص واحد وقوس تاني، هو عايز القوس التاني. امسك كده، تعال نحلل دي. يبقى س تربيع ناقص 5 س زائد 4. طبعا ده مقدار ثلاثي بسيط. هنا عندك معامل ومعامل واحد، مفيش رقم هنا. تعال نحلله. افتح قوسين. تعال نشوف هنا كام في كام. لما اضربهم مديني 4 ولما اجمعهم مديني 5. الأربعة عبارة عن 2 في 2 يا 4 في 1. مين في دولة لو جمعته، عشان قال لك موجب في الآخر يعني جمع، لو جمعته تجيلك الخمسة؟ أكيد 1 في 4. يبقى س تربيع هتفكها، يبقى عبارة عن س وس. الأربعة عبارة عن 4 في 1. طب الإشارة عندك الأخيرة موجب، يبقى الإشارات متشابهة زي الحد اللي في النص. الحد اللي في النص إشارته إيه؟ سالب، يبقى هنا عندك سالب وهنا سالب. بص كده معايا، العامل ده اللي هو مديهولك ظهر اهواتي. طب العامل الآخر اللي هو عايزه منك القوس التاني اللي هو س ناقص 4. خلي بالك ده من المسائل المهمة اللي بتيجي في أكمل، فكرته حلوة وبسيطة، خلي بالك منه.